السلام عليكم حبايبي، مرحبا بكم في هذا الفيديو. كيف حالكم؟ أنا تمام التمام. اليوم سنغوص في أعماق عالم جامبول المدهش لنكتشف أسراراً لم يعلم بها أحد. لكن قبل أن نبدأ هذا الفيديو لا تنسى الضغط على زر اللايك والاشتراك في القناة ليصلك جديدي. أطفئوا الأنوار وهيا لنبدأ. جامبول كرتون عشنا معه طفولة رائعة وما زال في ذاكرتنا، وعندما تشاهده فثمة جانب من لقطة أو حلقة ما أو حتى في الخلفية وأنت لا تلاحظ ذلك. واليوم سأريك الأشياء المرعبة التي لم تلاحظها. نبدأ مع حلقة الظلام عندما اختفى سكان إلمور، أو هذا ما كان في مخيلة جامبول، إلى أن ظهر الظلام وبدأ يلاحق جامبول بعدما تجمع في كل أرجاء المدينة حتى منزل جامبول. كانت كل اللوحات تتغير تدريجياً لتصبح مخيفة، واللوحة الخاصة بالعائلة تحولت هكذا، ورأيت أن هذه اللوحة كانت تجسد لوحة الصرخة. في حلقة The Uploads تبدأ الحلقة بجامبول وداروين في المنزل، حيث قام داروين بإقناع جامبول بعدم الدخول لأحد المواقع، وكان جامبول مصراً على ذلك. بعد رؤيتهم لبعض المقاطع دخلوا إلى مقطع كان مستر سمول يعلم فيه اليوغا. في نهاية الفيديو سمول قد اختنق لدرجة أنه أدخل نفسه في نفسه. المهم كانت هذه اللقطة تعود لفيلم The X-Files. هذا أمر يمكننا ملاحظته هنا. في حلقة الهالوين الأولى قصة مرعبة يرويها جامبول للطلاب، والكل كان متنكراً بزي معين. ما أثار انتباهي هو الزي الذي كان يرتديه جامبول. كانت بدلة شخصية بيتلي جويس من فيلم It's Show Time. والآن لنعد بالزمن للوراء في حلقة الأصول، حيث اشترى ريتشارد داروين من صاحب الشاحنة الحمراء. الطريقة التي اشترى بها ريتشارد داروين هي نفسها مأخوذة من فيلم جريملينز في بداية الفيلم، وستلاحظون الشبه بأنفسكم. والآن بعيداً عن الأفلام، في حلقة الدمى كان الأخوان واترسون في القبو يفتشان في الأغراض، حيث وجد داروين الدمى، والتي على ما يبدو كانت الدمى الخاصة بهما لما كانا صغيرين. بعد توالي الأحداث انتقل جامبول وداروين إلى عالم الدمى بطريقة ما. المهم كانت الدمى الموجودة في الحلقة هي نفسها الدمى التي في قناة Don't Hug Me I'm Scared، وبالعربية لا تعانقني أنا خائف. هذه القناة الغريبة على اليوتيوب، هذه حلقات لدمى تشبه التي رأيناها في الكرتون. أصلاً قد تعاون منتجي تلك القناة مع منتجي جامبول لصنع هذه الحلقة. في حلقة يوم ممل، وبالضبط في الجزء الأخير، حيث دق باب المنزل شخص كان يبدو عليه من الفايكنج. بالمختصر كان يدعوهما للذهاب معه في مغامرة، ولم يرغبا في ذلك. رأيناه في نهاية الحلقة يركب تنيناً أبيض، وهذا التنين موجود في فيلم The Never Ending Story كما يقال. في حلقة ضد عادت نيكول من العمل ورأت ريتشارد في الخارج. بعدما دخلت للبيت وجدت الفوضى تعم المكان، وعند رؤيتها للسقف كان فيه رسومات وكتابات غريبة. كان الرسم في الزاوية لشخص مرعب ذو عين واحدة، وكان ذلك الشخص هو المسيح الدجال نفسه. الرسمة كانت مرعبة، والوجه يتطابق تماماً مع وجه المسيح الدجال. ما الداعي لكل هذه الإشارات في رأيك؟ أتمنى أن تخبرني في التعليقات، وسأتقبل أي فكرة تطرحها. لا تنسى الضغط على زر اللايك والاشتراك في القناة لكي أستمر في التنزيل وأنزل لك المزيد من الأشياء الرائعة والحقائق المرعبة والنظريات المخيفة. باي باي باي.